أي حدا بتحكي له ارتجاع مريئي بفكر إنه عنده زيادة بحمض المعدة، وهو العكس تماماً. أنت عندك نقص بحمض المعدة، لأنه المعدة وسط حمضي، ومع أكلنا الزايد للسكريات والأكل الجاهز الحمضية هاي بتقل وبصير الوسط قاعدي. وبس يصير الوسط قاعدي بتبلش معاه مشاكل الهضم، الغازات، آلام البطن، وحتى الانتفاخات، كلها بتيجي عشان الأكل لسه مش مهضوم من نقص حمض المعدة. عشان تعالج هاي المشكلة وتزود من حمض المعدة بدك تركز على فيتامين د إذا ناقص عندك، وتتبع الصيام المتقطع، وتحاول تقلل من الزيوت النباتية المهدرجة والأكل الجاهز، أكيد مع البهارات والبندورة عشان نقلل الالتهابات، وتحاول تزود من الخضار. وبالنسبة للمهم والأهم فهو خل التفاح العضوي مفيد كتير بهاي الحالة، لأنه رح يزود من أحماض المعدة، بس الأشخاص اللي عندهم قرحة أو التهاب المعدة ما ياخدوه.